السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده معانا وصفتنا النهاردة طاجن بامية باللحمة الضاني او باللحمة العجالي او البقري زي ما تحبوا حسب الرغبة. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا كمية من اللحمة زي ما قلنا زي ما اتفقنا حسب الرغبة، وبرضو الكمية حسب عدد الأفراد اللي هتاكل. ومعانا برضو كمية من البامية دي مفرزة جاهزة، بامية شركات يعني. برضو هتبقى حسب عدد أفراد الأفراد اللي هتاكل يعني. البامية يا جماعة اللي بنجيبها بامية الأكياس أو الشركات يعني المفرزة، يا ريت نغسلها ونقمعها، لأن أنا يعني فوجئت من واحدة صديقة عزيزة إن هي مش بتبقى مقمعة، وفعلا لقيتها مش مقمعة. فانتوا حتى لما هتيجي تغسلوها هتلاقوها ميتها كده مش نظيفة قوي يعني، فانتوا اغسلوها وقمعوها. هنجيب طاسة هنحط فيها كمية من السمنة البلدي حبذا يعني، بس اللي متوفر يعني بلدي أو غير بلدي. وهنحط فيها كمية من البهارات، زي ما انتوا شايفين كده: فلفل أسود حبهان شوية ورق لورا وكزبرة ناشفة. هنخليها بقى تسخن كده في الزيت، في المادة الدهنية، سواء سمنة أو زي ما اتفقنا أو الزيت اللي متوفر. أنا هنا عاملاها في سمنة بلدي. هشوحها شوية كده تطلع ريحتها، وبعدين أنزل فيها قطع اللحمة، واللحمة تكون مغسولة طبعا ومتصفية كويس جدا من المية. هحطها تاخد صدمة، مش هقلبها لحد ما تاخد لون مع نفسها، يعني مش هقلب اللحمة لحد ما تاخد لون. لما احس ان هي ابتدت خدت لون من ناحية ابتدي اقلبها زي كده، وهقطع فيها بصلة كده مكعبات. المفروض كان من البداية يعني اقطع فيها بصلة مكعبات كده، وابتدي اقلبها لحد ما الاقيها كده خدت اللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده. في الاثناء دي انا حاطه ميه بتغلي في حله ضغط، او حله لو ما فيش حله ضغط يعني بس للسرعه حطيتها في حله ضغط. معايا طماطميه كده وبصلايه برضو تاني مقطعه مكعبات. حطيت كده اللحمه وحطيت عليها بهارات تاني، فلفل ناعم بقى وكزبره ناعمه، وحطيت بصله وطماطمايه، وممكن الطماطمايه نعملها عصير في الخلاط يعني ونحطها. وحطيت برضو شوية حبان ورق لورا. غطيتها بقى وسبتها تستوي. هنيجي بقى هنا للبامية. البامية زي ما اتفقنا نغسلها ونقمعها عادي كأن بنتعامل معاها ان هي فريش. ومعانا دلوقتي فلفل، احط قرنين فلفل بقى او قرن فلفل يكون حار حامي او بارد، ده برضو حسب الرغبة. لو في اطفال او مفيش حد بيحب الحار يعني نحط بارد. انا هنا اسماه لانه كان كبير يعني. ومعانا صلصة طماطم كنت عاملاها مخدعة من قبل كده. أنا بحب أشيل في الفريزر يعني بقدر الإمكان، فهي جاهزة. إن شاء الله هنبقى نعمل فيديو لتخديع الطماطم أو عملها صلصة جاهزة للأكل يعني للطبيخ مع بعض إن شاء الله، هنبقى ننزله. أنا كنت عاملاها قبل كده علشان كده محطتش فيها توم، فأنا هحط التوم دلوقتي هحمره وهحطه فيها إن شاء الله، هضيفه إليها. وبعد كده بقى أركب كل المكونات على بعضها. ومعايا البصلة بقى اللي فرماها دي، فلفل وملح وكمون وكزبرة ناشفة مطحونة، زي ما بنحشي بيها الفراخ وكده يعني. هحطها برضو هضيفها على البامية كده. اللحمة كانت معايا استوت، عملت الطاجن بتاعي ركبته على بعضه، وهحطه بقى دلوقتي في الفرن يكون سخن من قبلها، وادخلها بقى تستوي براحتها، ونبتدي نشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. البامية من الأكلات المحببة لناس كتيرة، يعني بتحبها سواء باللحمة الضاني أو اللحمة العادية. وأحيانا كمان بعملها من غير لحمة، يعني ممكن اللحمة تبقى على جنب، أو أعمل طاجن بامية كده من غير اللحمة يعني برضو بتبقى جميلة أوي. هنا بقى معانا حلة هنحط فيها، هنعمل رز. ممكن نعمل جنبها رز بشعرية أو رز أبيض أو رز حباية وحباية زي ما أنا هعمل كده. دي حطيت فيها سمنة بلدي أو المتوفر يعني. وكمان ممكن ناكل البامية بالعيش بتكون جميلة جدا. وهنا بقى حمرت شوية من الرز اللي انا هعمله لما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. كنت غاسلة باقي الرز واضفته ليه، وهقلبه شوية يسخن مع بعضه كده. وهكون مجهزة مية مغلية او شوربة، المتاح والمتوفر بيبقى الرز فعلا طعم جدا بالشوربة، لكن ممكن في ناس ما تفضلوش بالشوربة برضو. فانا هنا حطيت مية مغلية. هظبط العقد بتاع الرز بتاعي وهو بيتلدن، اذا احتاج شويه بزود ان شاء الله علشان المبتدئات معانا اللي داخلين المطبخ جديد او المبتدئين. هنعاير بعد كده بالكوبايه علشان نقول لهم المعيار بالضبط ان شاء الله. الافضل للمبتدئين ما احطش الميه من الاول كلها يعني. انا بحط طبعا كده بالويم يعني، لكن لو انا مبتدئه ما احطش كميه الميه من الاول كلها.
الأفضل لما يتشرب وأشوفه كده ألاقيه لسه محتاج مية أزوده، أفضل من إن هو يعجن مني. حطيت بقى الرز بتاعي، برضو هظبط الرز والمية حسب كمية المية، والملح حسب كمية الرز برضو. هنقول لو ده كيلو رز يعني هنحط له نص معلقة ملح. هغطي عليه بقى لما يستوي، اما يغلي ويتشرب كده ههدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. هنا الرز استوى معانا بقى، يعني ما شاء الله مفلفل كده وحبايه وحبايه. على فكرة الرز لما بسخنه كده اقلبه في السمنة قبل ما احط عليه المية بتفرق كتير في تسوية الرز وشكله يعني. هنا بقى طاجن البامية طلع معانا، أخد اللون واتشرب من بعضه كده في الفرن. هنغرفه دلوقتي وهنغرف الرز ونشوف مع بعض هيبقى عامل ايه. ما تنسوش بقى لو انتم مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة، قناة سنة فود أو أكلات سنة، يعني هي اسمها بالعربي أكلات سنة، وبالإنجليش سنة فود. كده غرفنا الطبق اهو معانا، شكله جميل وفعلا محبب لكتير فعلا، واللحمة بيبقى لها طعم كده وهي مطبوخة في البامية. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دي كانت وصفتنا النهاردة، ان شاء الله تكون عجبتكم. يا ريت اشوف رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.